السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نقدر ناخذ أكثر. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعافيك. تحلمت يمكن قبل شهرين. كنت عند أهلي وجابوا لي عريس. أنا يعني على إني أتزوجه على زوجي. كان اسمه إبراهيم وبشرته سمراء يعني أقرب للحنطي. وكنت أقول يعني لا، هم دخلوا علي الغرفة وكانوا واقفين يعني قريب مني وكانوا يتكلمون كذا، وجلس إبراهيم كذا بمستواي وقاعد ينظر. قال مرة حلوة وقام وطلع. ما حد أخذ رأيي يعني، وأنا كنت موافقة يعني من داخل. بس ما تكلمت. بعدها بدأوا يجهزون يعني للزواج والكوشة وكذا، والمحل اللي ماسك التجهيزات كان يقول هذه أول عروسة لنا من 4 سنوات. وبعدها يعني أنا بعد الموضوع هذا كنت أتكلم مع خواتي أنا شلون بكنسل الزواج. كنت أقول حرام أتزوج على الزوج. وإخواني اللي جابوه كان اسمهم أحمد وعبد الله. أحمد شافني وأنا أتكلم كذا راح علم عبد الله، وعبد الله دخل علينا وبس يعني علمت إني بكنسل وكذا، وكان ساكت وانتهى الحلم. صار لك مشكلة مع أهلك أنت؟ أيوة، بس اللي إخواني ذولي اللي في الحلم لا. لكن مع أهلك؟ أيوة. قطعتي عنهم؟ أيوة، مع واحدة من خواتي. إيه. والآن تروحين لأهلك ولا لا؟ تقريبا يعني آخر مرة رحت بعيد الأضحى اللي طاف، لأنهم أصلا يعني ما يتجمعون، يعني كل واحد ببيته خلاص كلهم متزوجين، يعني مو على أساس إنه قطعة يعني مشاكل وكذا. المشاكل بس بين واحدة من خواتي. طيب، على العموم هذا خلاف أسري يمر فيك والله أعلم. بس خلاف أسري يصيبك منه هم وغم. إبراهيم هم وغم. واضح. متى هالرؤية؟ تقريبا قبل شهرين. وأخشى أن يكون برضو خلاف مع أحد إخوانك، شخص آخر من إخوانك يكون مع خلاف يعني آخر. فاحرصوا على دحر الزلة والتسامح والتغاضي وصلة الرحم. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. جزاك الله خير. الله يحفظكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. صباح الخير. صباح النور. يا شيخ أنا تحلمت حلم أبيك تفسر لي، إن كان زين قل لي، إن كان شين لا تقول لي. كان شين أبى أشلع قلبك. لا تكفى. تحلمت إني أنا ويا أمي كذا، كنا على شاطئ، كنا على بحر ومعنا جدي قاعد، وكذا التفت كنا قاعدين على صحن غدا، مدري كيف التفت كذا لا أشوف الأرض كان فيها ثقب، وأنا أنبش وأروح أنبش ثانية أو ثالثة أو رابعة، واجي احطه عند امي، قالت لي هذا الفقع زين، وتلتفت امي تطلع واحده يعني بس كنا كذا وانتهى، تقول لي زين وتمدح عطه جدك زي كذا. كم عمرك؟ 17. زين ولا شين؟ طيب، متى الحلم ذا؟ هو زين ولا شين يا شيخ؟ لا زين إن شاء الله، بس متى؟ قريب، ما هي يمكن 4 أيام 3 أيام 5 كذا. طيب، حافظ على صلاتك إن شاء الله. طيب، سنابك عام ولا خاص؟ سنابي أنا؟ عام. طيب. طيب، احرص بس على يعني على أمور دينك أكثر، على المحافظة على صلاتك. زين. إن شاء الله. أي، ولا تضيف أحد ما تعرفه، إن شاء خاصة في الجانب
لطيف. إن شاء الله. فهمت قصدي؟ الله يجزاك خير. فهمت؟ إن شاء الله. لا تتحرش بحد. لا إن شاء الله، لا إن شاء الله. الله يحفظك. مع السلامة. ما في شرح. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، حلمت اني زوجي يراسلني وقاعد يقول لي انه في عندهم مطر كتير، وقاعد يطمني انه هو خلص اخذ بيت واحتمى من المطر. ايش؟ بعده ها وشو عيدي من جديد؟ زوجي كان يراسلني على الموبايل ويقول أيوة. لي انه في عنده مطر كتير. مطر؟ ايوه مطر. مطري. وهو كان برا يعني بالسيارة، ولكن أيوة. قال لي انه قاعد يطمني ويقول لي انه انا اخذت بيت واحتميت من قوة المطر. ما شاء الله. بعده سمعت صوت زي الصاعقة، صوت رعد قوي، فأنا حملت بنتي وفتحت الدريشة، ولقيت لما فتحت الدريشة لقيت قدامي جبل كبير، والجبل ما طلع صوت رعد، طلع بركان وانفجر البركان. ويوم ما انفجر انحرقوا ايدي وايدين بنتي. طيب. وبس بعد أنا رحت لعند الوالد وخبرته إنه خايفة على زوجي. قال لي لا إن شاء الله ما فيهم شيء، ولا كأنه ناظر يديني ولا شيء، بس أنا أناظر إيدين بنتي وأحس بأنيب ضمير، بس على بنتي مو علشان يعني، مو خايفة على حالي. طيب خلاص. أيوة بس. زوجك وين؟ هنا موجود عندي. ايه. أموره المادية زينة؟ تعبان شوي. طيب الله يفرج همه. رؤية والله أعلم تدل على أنه يبحث عن مصدر رزق جيد ويبتلى في أموره المادية، واضح، ويبحث وما زال يبحث، ولعل الله يفتح عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن شاء الله. بالنسبة لك أنت تعملين ولا لا؟ لا. سابقا ما عملتي؟ لا ولا مرة. طيب الله المستعان. أموركم المادية فيها ضعف جدا. أيوة. هم على البركان على اليدين حرقها، لا يدل على يعني، واليدين تعطلت يعني على تعطل الرزق من البركان، يعني بركة، برك، توقف. لكن عليك بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يفرج همك. إن شاء الله. ادعي أكثر الدعاء واستغفار، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الله يجعل لك من كل ضيق مخرج. صل على النبي كثير، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الله يفرج همك. صباح حالك. إن شاء الله. الله يوسع علينا وعلى كل مسلم يا رب العالمين. الله يوسع علينا وعلى كل مسلم. الله يوسع علينا وعلى كل مسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يصبحك بالخير يا شيخ. صباح النور. أنا رأيت كأني في مكان زي السجن وكأن في خيل يعني لونها أسود، كانت يعني تبغى تطلعني من المكان هذا، فكأني ركبتها وكانت يعني قوية وكنت متمكن فيها ما شاء الله. وطلعتني من المكان وكانت متجهة لبيتنا القديم، فجأة انقلبت إلى بقرة ركبها. ما شاء الله. لونها يعني لا هو أصفر ولا هو أبيض بينها، فدخلت لين وسط بيتنا، كنت فرحان فيها وأحط يدي على راسها ووريها أمي. بعدين أمي فرحت فيها. بعدين كأني خذيت غفوة في الحلم وطلعت، حصلت في الحوش حق بيتنا، حصلت الأرض منطورة، وكأن في زي اللي يصب في الخزان ماء واسمع صوت. ما شاء الله. فرحت للي، قلت الخزان امتلى الحين، طلعت اللي اللي باقي يصب ماء. ما شاء الله. فرحت أشوف مصدر الماء، لا سيول الأمطار تصب عندنا. الله يبارك لكم. وكاني سمعت الناس يقولون ليش حفروا عندهم ما حفروا عندنا. الله يبارك لكم. وجلست أسد الحفرة بحصى اللي كانت محفورة. الله وانت يبارك ترى. لكم. الله يبارك لكم. طيب الله يبارك لكم ويحفظكم بحفظه ويكلكم برعايته. كم عمرك؟ آمين يا رب. عمري 24. ما تعمل؟
إن شاء الله إني آخر سنة في الجامعة. الله يوفقك. شوف يا أخي، بيجيك فترة تعثر وتعطل. هي فين من الأول. إيه لا تجيك زين، وإن كانت موجودة الآن فهذا معنى كونك كأنك في السجن حبسه العذر، فهذا الحبس المقصود به يعني تعطل عندك. والحصان الأسود أنا أظنك والله أعلم ترقي وتداوم على القرآن، فينفعك الله في القرآن وتتمكن من قراءة القرآن بشكل أكبر، فيخرجك الله سبحانه وتعالى. الله الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فيخرجك الله سبحانه وتعالى إلى اليسر، وفي سنة واحدة تتعدل حياتك بحول الله وقوته. هم عن البقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وأظنك والله أعلم أنه يصير لك مصدر رزق طيب جدا إن شاء الله. الله يبارك لك ويرزقك. حافظ على أذكارك وداوم على سورة البقرة يا رب. الله يحفظك. ومع السلامة. وافلح من ذكر الله وصلى على نبيه. أفلح من ذكر الله، أفلح من ذكر الله وصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام. أفلح من ذكر الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم. قست أميرة أو ألو. ايوه السلام عليكم. الو. أيوة تفضل. وين رايحة؟ حلمت يا شيخ، حلمت يا شيخ يمكن قبل 2 إني أشوف في السماء 7 أقمار بدل القمر تدور في السماء، وأشوفها أطالع لها وأذكر دعاء ذي النون. نعم. بس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قبل 2 أيوة. طيب الله المستعان، الله المستعان. هذه الرؤية تدل على أن يمر عليك 7 أشهر من عمرك تكونين فيها مهمومة ومحزونة وتدعين بدعوة ذنون، فيجعلك الله سبحانه وتعالى من ضيق إلى فرج. يعني هم يبقى طوله 7 أشهر، 7 أقمار. الأقمار مكتملة البدر يدل على الشهر والزمان. عرفت يا أختي؟ إيه. الله يحفظك، بس يفرج همنا همكم. اللهم آمين. مرت عليك أشهر وأنت مهمومة؟ إي والله مرت فترة الحمد لله. الله يفرج همك، الله يفرج همك. اللهم آمين. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. القمر متى يكتمل؟ في شهر في نصف الشهر، يعني مرة 7 أشهر. نعم. راح. أنتم تحبون الدراما. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. يا شيخ رؤيتي غريبة شوي، فإذا تفسيرها مو بزين لا تقوله. طيب. يا شيخ شفت إني في كنيسة، مع إني مسلمة يعني، بس بالله؟ شفت. ها؟ أنت مسلمة؟ أي بس شفت إني في كنيسة. لا إله إلا الله. تفضلي. ما شاء الله. طيب يا شيخ، وكان في شباب في بداية الكنيسة، وما كنت لابسة عباية، فش اسمه تويتر دقيقة، ما كنت لابسة عباية، بس كان فيني خير يعني، رحت ورا عشان في عيال قدام في الكنيسة. جزاك الله خير. وفي ولد، في بنت جنبي كانت قاعدة، قالت لي إن حواجبك حلوة، عطينا القلم اللي أنت راسمة فيه. ما شاء الله. قلت شو اسمه، قلت خلاص بعطيك رقمي وبرسلك.
وكان جنب الكنيسة قزاز ومنظر حلو يعني بحر وكان في ناس يعني يلعبون عند البحر، فقلت خلني أصور عشان يحسبون اللي في سناب يعني إني مسافرة أو شيء. وكان البحر اللي جنب الكنيسة يعني يحجبه قزاز كامل. نعم. خلاص. أي بس تكفى يا شيخ، إذا مو زينة لا تفسرها. متى الرؤية؟ قبل 3 أشهر. قبل 3 شهور. لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. يما. لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. لا، رؤية طيبة ما فيها شيء إن شاء الله، ما فيها شيء يجزع، ما فيها شيء يجزع، ما فيها شيء يجزع. عيد الرؤية من جديد. أنا كنت بكنيسة وكان في الصفوف الأولى يعني كان في عيال، فأنا ما كنت لابسة عباية ولا شيء، فرجعت ورا قعدت عشان ما أقعد جنبهم. وكان فيه جنبي بنت قالت لي إن حواجبك حلوة، أعطيني القلم اللي السؤال، اسمه. أنت تقرين أذكارك ولا لا؟ أي بس الفترة الأخيرة لا. عجيب. أي والله. طيب كملي. أعطيتها رقمي وكان بس أعطيتها رقمي، وكان جنب الكنيسة شو اسمه قزاز كامل ويطلع على بحر شكله حلو مرة. قلت بصوره عشان يعني يدرون إني مسافرة في السناب. إيه بس. طيب، العجيب في الأمر أن الرؤية تدل على أنك بترجعين تقرين أذكارك بس. اصبري. لكن أخشى من أنك تصابين بنفس أو بعين بسبب أنك تركتي فترة الأذكار. هو معنى شوفت الشباب. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. أنت شافوك وعرفوك، فيخشى من مسألة نفس أو عين. وهو معنى شوفت الشباب عيال علل. هذا واحد. 2، كونك في كنيسة ولابسه وأعجبوا بحواجبك يدل على أنك سترجعين تحافظين على أذكارك. الحواجب حجب. قال: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين، فهذا حجاب لك عن العذاب. 2. 3، الكنيسة رمز الكنس. قال الله: الجواري الكنس، يعني المستخفية. فبتجيك فترة أنك تنعزلين عن الناس أنت. هذه الفترة الحين. ليش منعزلة؟ يا شيخ صلاتي كنت أصلي نوافل وأصلي كل شيء، والحين لا، مرة ما أحس. يمكن هذا الحين. وش بلاك؟ ما أدري والله، أول مرة يجيني ذي الحالة. خلاص، الآن رمضان فرصة. اقرأ أذكارك الصباح والمساء، وداومي على سورة البقرة، وداومي على لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير. واضح؟ تمام يا شيخ. طيب البحر وجودك في الكنيسة معناته انعزال. كنيسة كنس يعني اختفاء النجوم، وأنت مختفية مبتعدة. وأنا قلت لك أنت تركتي أذكارك وبترجعين تقرينها. لعل كلامي هذا في فائدة لك الآن. البحر يدل على قزاز الشفاف على البحر. لا إله إلا الله، اللهم صل على نبينا محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بحر اللي أظنه في الرؤية والله أعلم. أقول لعل الله ينفعك بما سمعت مني الآن. قزازه الشفاف هذا الجوال قدامك شاشته، والبحر يرمز للعلم، فلعل جاك العلم اللي يفيدك إن شاء الله. طيب يا دكتور يا شيخ، لو قرأت الأذكار يروح اللي قلت العين مجوز؟ أيوة، اقرأ أذكارك زين، وحافظ على لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد 100 مرة، وحافظ على سورة البقرة. إن شاء الله. يعطيك العافية يا رب. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يا شيخ، الله يحييك. هلا وسهلا.
آه، أنا عندي حلم كذا من حدود السنة وسنة وعليها كذا. عسى. حلمت كذا. لا خير إن شاء الله. حلمت إني داخل الحرم، أو يعني أو شبيه للحرم كذا. آه، بس اللي فيه كلهم صافين قامات أعلى بكثير مني، من أحد الأعواد. طبعا برفع راسي ما أقدر أرفع راسي أشوف أحد. المهم إني تقدمت وصليت فيهم يعني، آه، من دون ميكروفون. ها سام؟ تقدمت وصليت في الناس القامات، ها؟ القامات نعم. قريت الحمد وأسمع نفسي أقرأ. المكان يعني صوته عالي جدا جدا، وبرفع راسي ما أقدر. نصف الحمد كذا ووقف الحمد، لأني أنا ماني مصدق إني واصل، لأني أحس إني أشوف الشيء هذا وبس. هذا وين تعمل أنت؟ عمل وظيفة حكومية. مرتبتك عادية ولا مرتبة عالية؟ مسؤول قسم. طيب، والله أعلم صدق الظن في الرؤية، فإنك ستقدم لقاء تلقي فيه عند مسؤولين أو وجهاء في جهة عملك، أو تلقي كلمة أو تتحدث في مايك فيسمعونك، والله أعلم. جزاك الله خير. الله جزاك الله. مع السلامة. بالله ما دريت عن البتاعي. لا زين، نبهتوني. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أيوة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا عيوش مشرفة معنا من المشرفات. يلا تفضلي. جزاك الله خير على جهدك أنت، ولا بذكر الله تطمئن القلوب. تفضلي. يا شيخ، أنا رأيت رؤيا إن في حرمة تجي عند أمي تطلب منها السماح. بعدين أمي قالت لها أيوة خلاص أنا سامحتك. وبعد ما سامحتها على طول جاء مطر. رحت أنا وقفت تحت المطر، ويعني قعدت أكلم نفسي كذا، يعني بيني وبين نفسي أقول لا يكون دعوتي استجابت. وفرحت، يعني جاني شعور مرة حلو، يعني كأن أحد يسمعني، كأن أحد قريب مني كذا، يعني كذا كأنه يعني معية الله. يعني شعور مرة جدا جميل لدرجة إني صحيت يعني كنت فرحانة. وبعدين رحت دخلت قعدت أكلم أختي عن الصبر، أقولها إن الله إذا حب عبد ابتلاه، إن الصبر عند الصدمة الأولى، وبس. الحمد لله. كان أحد يسمعني أحد، الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فلا شك قطعا ويقينا أن الله يسمع دعائك ويستجيب دعائك. واضح؟ فالرؤية تدل على الدعاء، والصبر ضياء. أنت صابرة على ابتلاء ابتليتي فيه يبدو، والله أعلم. وهذا طبع فيك، والحمد لله، ودعوتك إن شاء الله مستجابة بإذن الله. حفظكم الله ورعاكم. شكرا. جزاكم الله خير، حفظكم الله. طيب، أيوة، بسم الله، اللهم صل عليك يا رسول الله. عندك هذا؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، أنا نعم. رأيت إني دخلت مبنى نعم. وواقفة عند الاستقبال.
أعطوني ورقتين. نعم. ورقتين استقالات 2. الورقة والكتابة كانت فخمة يعني. الورقة الأولى كانت استقالة بنت خالتي، كانت مداومة معهم 8 شهور، سبب الاستقالة قياس. والاستقالة الثانية لمرة عمي، كانت مداومة معهم 2 وما في سبب استقالة. وأشوف إني أخذت الورقتين وركبت الأسانسير، وكان في العربة حقت الكبار السن، جلست عليها ودخل معي مدير المبنى هذا اللي أنا فيه، وقال لي أنت ليش جالسة على الكرسي؟ قلت بوديه الدور الثاني. انتهى المنام. وش حالة النساء اللي رأيتي في المنام، متزوجات أم لا؟ واحدة متزوجة والثانية لا. عمتك متزوجة؟ مرة عمي أيوة. متزوجة؟ نعم. يعني ما زالت على ذمة عمك أقصد. أيوة على ما زالت على ذمته. متى الرأي؟ بشهر 6. كم عمرها؟ عمرها الآن 34. طيب. الثانية من هي المرأة؟ بنت خالتي. ايه. هذه متزوجة ولا لا؟ لا. كم عمرها؟ 31. طيب. أنت وش حالتك الاجتماعية؟ عزبة. أنت موظفة ولا لا؟ لا ماني موظفة، لكن قدمت على وظيفة قياس بشهر 8. طيب. استقالة مرة عمك، والثانية من هي؟ بنت خالتي. الله. طيب. بالنسبة للمرأتين هؤلاء أنا أقول والله أعلم، واحدة منهم تتزوج، والثانية قد يكون بينها وبين زوجها خلاف، يحصل بينها وبين زوجها خلاف. زين. أنت صعودك مع نعم. مدير هذه الجهة في مصعد، بعدها إيش قال لك؟ قال لي ليش جالسة على الكرسي هذا؟ أيوة. وبعدها؟ قلت له بوديه الدور الثاني. بس. طيب. هذه جلوسك على الكرسي هذا انتظار، جلوس على الكرسي انتظار، وقد مقصود بالدور الثاني كما قال الله سبحانه وتعالى تركبن طبقا عن طبق، هذا تغيير في حالك قد يرمز للوظيفة المستقبلية إن شاء الله، والله أعلم. شكرا. الله يسلم لكم. جماعة الخير اللي يقولون افتح قسط افتح قسط، الحين أنا معي قسط، أنتم وش تشوفون؟ معي سندويش شاورما، معي قسط أنا. اصبروا، كل شوي واحد يطلع، لا تصيرون عجلين، كل شوي واحد. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. الحمد لله. أنا حلمت طال عمرك أني كأني تخرجت من شيء بس ما كان واضح، وسوالي أبوي عشاء زي ما تقول بقاعة وكذا، وكنت قهوي ماني فاضي. يوم خلصت إلا في منصة مرتفعة قالوا تعال عطنا كلمة وكذا، فرقيت فوق وكانت في هدايا لي على تخرجي، والتفت بآخر القاعة إلا خالي جايب لي شيك بقيمة 10,000 ريال، وكان يناظرني ويبتسم، وانتهت الرؤيا. أنت موظف ولا طالب؟ ألو اسمعني يا عبد الله. أنا موظف بس من المسجد يعني ما هو. إيه معك. الله يفتح عليك. من اللي أعطاك 10؟ إيه معك يا شيخ. خالي. ما شاء الله. أنت عزب؟ إيه نعم. ما شاء الله. إن شاء الله تتزوج. إيه إن شاء الله تتزوج
وتجيك العشيرة، عشيرتك زوجتك إن وش شاء الله. تفسير الرؤيا يا شيخ؟ معليش يعني. طيب هذه عشيرتك زوجتك، تتزوج من أقاربك يبدو، والله أعلم. اسمعني من البث. يعني قريب ولا بعيد يا شيخ؟ أنت وش تبي، قريب ولا بعيد؟ والله على حسب، إذا جت الوظيفة قريب وإذا ما جت بعيد. لا إن شاء الله تجي بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله تجي قريب بإذن الله، تجيك بوظيفة إن شاء الله، والرؤية مبشرة بإذن الله. الحفل والهدايا اللي جتك احرص على الدعاء، هذا صلاح في أمور دينك بشكل أكبر. والله سبحانه وتعالى وعد من يتقي بأن يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. بما أنك رابط الزواج بالوظيفة، فأنا أظنك تتوظف ثم تتزوج، ولعله يكون قريب. الله يجزاك بالخير ويبدو أنها من أقاربك ستكون. أي نعم. يعطيك العافية. حاط عينك على أحد معين؟ مسوي سنايبر؟ والله أني محتار يا شيخ، محتار، ما في شيء معين. منا شاور الوالدة ترى عندها خلفية وخبرة بالأمور هذه. جزاك الله خير. يا هلا والله. بإذن الله. الله يسلم أمرك. جماعة الخير، قايم سوق القطاوة عند البنات، كل صور البنات قطاوة. شو وضعكم انتم؟ شو وضعكم بنات بالقطاوة؟ يعني على اساس كيوت كذا. السلام عليكم يا شيخ. الله عليكم السلام ورحمة الله. تحلمت يا شيخ انه جاتني رسالة نصية من تجنيد تابع لوزارة الدفاع. جات رسالة: تم صدور الأمر الملكي بتعديل اسمك أو تغيير اسمك. فقط. أعيد. جاتني رسالة من تجنيد، رسالة نصية في الجوال، إنه تم صدور الأمر الملكي بتغيير اسمك أو تعديل اسمك، وأتوقع إنه تعديل اسمك. أنت عاطل؟ أيوة عاطل. طيب. إن شاء الله يتغير اسمك من عاطل إلى موظف بإذن الله. بإذن الله. الله يعطيك العافية يا شيخ. مقدم على عسكرية أنت؟ مقدم على عسكرية، والآن أنا سافرت إلى مكان القبول يعني. تقبل إن شاء الله بإذن الواحد الأحد إن شاء الله يا شيخ. الله يعطيك العافية. الله يوفقك، يسر أمرك، والله أعلم. والجميع. تغير مسماك من عاطل إلى هذا الدارج عاد على ألسنة الناس، وإنما ما ودنا بالاسم ذا. بإذن الله. الله يعطيك العافية. الله يفكك. نعم، تغير مسمى. لا فلان عسكري وفلان وشو عاطل الحين، هذا مسمى يسمى به الناس، عاطل، عسكري، مدني، هذه تسمية الناس. نعم. السلام عليكم شيخ. كأني أنا وأختي وخالتي نزلنا من السيارة، وقدامنا مسجد وصف رجال يصلون، وقدامهم درج، وحنا مشينا مع هالدرج. الله يكرمك به حمامات النساء ومصلى نساء. دخلت الحمامات لقيت زميلة لي قديمة اسمها عبير، ودخلت أنا المصلى لقيتها لونه وردي فاقع مرة، وكأني أبي أصلي ولا ألتفت وراي ألقى عامل مغسلة يعلق ملابس ويطلع. بس ليش من جديد أشغلنا الناموس؟ كأني نزلت من السيارة أنا وأختي وخالتي، وكأن قدامنا صف مسجد وصف رجال يصلون قدامهم درج عند عتبة الباب يعني. مشينا مع الدرج هذه ورحنا نبي مصلى الحريم وحمامات الحريم. دخلنا الحمامات لقيت صديقة لي قديمة اسمها عبير. دخلت المصلى الحريم لقيت لونه فاقع وردي، كأني أبي أصلي ولا لقيت وراي باب فيها عامل مغسلة يحط ملابس جديدة ويطلع. ما شاء الله. طيب بس الرؤية قبل شهر ونص. تعملين ولا لا؟ لا عاطلة.
أنت من شروط عملك أنك تعملين مكان نساء خاص بالنساء؟ بس أدري إنه يعني يرضي الله المكان بس. طيب إن شاء الله بإذن الله تعملين بعمل يكون قسم نسائي إن شاء الله. وهو معنى دخولك دورات المياه النساء وكان لونها وردي. لا مو دورات المياه، أنا دخلت المصلى حق النساء لونه وردي النساء. فاقع. إيه مصلى مكان عمل، لأن المسجد مكان للعمل واضح. ولون الوردي يدل على ما تريدين أنت، هذا المكان اللي تريدينه تروحين وتترددين عليه ويجيك منه إيراد مال واضح. نعم. والعامل يدل على العمل، العامل ايش يدل عليه؟ العمل بس. وفقك الله. نعم. العامل ايش يدل عليه؟ العمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عبير لحظة بس، عفوا. عبير يدل على فترة زمنية، عبور، فترة عبور، فترة توقف ثم بعدها يكون. نعم تفضل. تسلم. أنا حلمت قبل 3 أيام تقريبا أنه كنت نايم في بيت خوالي كان في الديرة، فصحيت وقررت أني أفرش أسناني، فقمت وفرشت أسناني، بعدها طاح عندي سن من الفك السفلي، فلما طاح قلت بسيطة عادي، فبدأت تطيح الأسنان اليمين برضو من الفك السفلي. بعدها بديت أخاف تقريبا وقلت لا عادي يعني بسوي لها زراعة بعدين طاحت الصف اليسار كامل، بعد بقت ال4 أسنان اللي تحت بس الفك العلوي كله كامل ما طاح منه شيء، بس اللي تحت. فرحت زي ما تقول اللي كنت أبكي، وجت أمي تقول وش فيك، فوريت أسناني وقلت طاحت كلها، فشافتها وقالت بسيطة عادي يعني لا تشيل هم، كانها عادي الوضع يعني، وبس كذا وانتهت. موظف؟ لا عاطل. متى الرؤية؟ قبل 3 أيام تقريبا. قبل 3 أيام. ما شاء الله. أنت كنت تدرس في مكان بعيد عن أهلك؟ لا. في نفس المكان؟ إيه بنفس المدينة كنت أدرس. متخرج جامعة أنت؟ الله إيه. أي. طيب. أول شيء طاح كم سن؟ في البداية طاح سن واحد. بعدها طاحت الصف اليمين كاملة. طيب أنت مزاجك أنت صاير عصبي؟ والله يقولون إني عصبي بس أشوف نفسي عادي. هين ما دام تشوف نفسك عادي، ما دام يقولون عصبي. طيب يا أخي إذا صدق الظن بالرؤيا الله أعلم، فإنه يحصل بينك وبين من هم في أسنانك وأقرانك تصادم بالكلام، وأظن والله أعلم أنك يعني تخسر بعض الصداقات بسبب الصدام، بسبب عصبيتك، ويبدو والله أعلم أنك تعصب وتندم. والله العصبية ما يجي من وراها إلا الندم أكيد يعني بسرعة. أي نعم. فأحرص على ترك الغضب، ليس الشديد بالسرعة. دعواتك لنا يا شيخ. الله يوفقك. اللهم امين، والجميع ان شاء الله من يسمع. الفترة الماضية صار في جروب نقاش مع واحد؟ لا والله، بس صارت يعني قبل فترة، يعني قبل شهور صار بيني وبين احد الاقارب جدال نوعا ما. ايه مع الاسف انه انقطعت برضه العلاقة يعني. اي الله يصلح الحال. لكن يعني ما بيودي اظلم نفسي يعني بالكلام هذا. انا كان معي الحق، وكان هو مديني من فترة طويلة جدا، يمكن تقريبا سنوات، وانا انفجرت بوقتها تقريبا، وصار بين النقاش هذا وانقطعت بعدها العلاقة. يلا الله يصلح الحال. اخشى من مزيد
الله يصلح الحال. يلا اللهم آمين. الله يجزاك خير. خلاص. السماعة مو عندي يا جماعة، أنتم أكلتوني أكل، ما هو أنا السماعة، مو أنا الرجال اللي عنده السماعة، أنا بالعكس حليب. ها شوف ما في صوت، أنا أسمع. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. قبل شهرين أو 3 تقريبا حلمت أني أشوف أمي كأنها تشكو من ألم يسار البطن، وكأنها قالت لنا ودوني المستشفى، يعني كأنها متأكد أن الألم ألم خبيث سرطان، الله يبعد عنها إن شاء الله. انتهى. الوالدة طيبة؟ إيه الحمد لله طيب ما فيها شيء. الحمد لله. عيد الرؤية. حلمت أنها تشكو من ألم يسار البطن، يعني وكأنها كأنها هي متأكدة أن الألم في الكبد. إيه. وقالت لي أنا ودوني المستشفى، وكأنها متأكدة أن الألم يعني خبيث سرطان. طيب. الله يصلح الحال، قل آمين. اللهم آمين. كم عمرك أنت؟ 25. ما شاء الله. شو اسم الوالدة الله يحفظها؟ عقيلة. عقيلة، الله يعقل علينا وياك عقولنا. اللهم آمين. أيوة. إيش أقول لك يا حبيبنا؟ طبعا الرؤية ما تخص الوالدة ولا تخصني أنا. نعم. الصلاة شلون؟ لا الحمد لله محافظ، بس يعني في تأخير بعض. في تأخير؟ إيه بعض الصلوات أنام عنها وأصحى بس أصليها. الله يوفقك ويثبتك على الدين. اللهم آمين. من اللي يقول للوالدة بطنها في سرطان؟ إيش؟ من كان اللي يقول للوالدة في بطنها سرطان؟ لا هي بنفسها هي متأكدة يعني إن من هذا الشيء، هي ما قالت، بس إن في الحلم أشوف إنها هي كأنها متأكدة، ما أدري. شلون تعاملك مع الوالدة؟ لا الحمد لله تعامل حلو يعني. أنت موظف ولا إيش؟ لا عاطل. أن تجاهد نفسك لا ترك بعض الأمور اللي تبي تغيرها؟ اي والله كثير. طيب أنت فهمت قصدي؟ الأمور السرية، سرطان سرية. أمور سرية زي إيش؟ أمور يعني أنت عندك ودك تتركها داخليا، أخطاء. صحيح كثير والله. خلاص الله يكتب لك. طيب شكرا يا شيخ. الله يقول وذروا ظاهر الإثم وإيش؟ وذروا ظاهر الإثم إيش؟ ما حد جاوب للأسف. العدوان؟ لا. وباطنة. وذروا ظاهر الإثم وباطنة، ما بطن. فالله يصلحها. واحد جاوب. آمين. سلامة الله. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. شيخ الرؤيا هذه قديمة، يمكن تقريبا قبل 8 شهور. تحلمت إني نازل محل
وكان في رجال أول ما دخلت على يدي اليسار، رجال ما شاء الله ضخم جسمانيا، وكانت جنبه حرمة. كان الحرمة كانت تتهاوش مع البايع. ولما دخلت كنت أبى أكون طرف خير، وقلت للحرمة تعود من الشيطان، والرجال ما يبغى مشاكل، خلاص اطلعي برا. طالعت فيني كذا بنظرة حقد اللي من وراء النقاب بان لي زي الأنياب. الحين وأنا أقول لك الحين ترى خايف. بعدها جت كذا قربت مني كأنك تبغى تخنقني، ومسكت مين أنا؟ مسكت الرجال الضخم هذا وخليته بيني وبينها إني ما أبغاها تلمسني، وأنا مستند عليه طحت. الرجال دفها، هذا اللي بيني وبينها الرجال الضخم دفها، أنا قمت كأننا مسكناها، واحد من قدام وواحد من وراء، هي صارت زي الجنازة، فهمت؟ ممتدة. رحنا ركبناها بسيارة كأنها لها، بس السيارة عرفت اللي الشنطة يمديك تشوف المرتبة اللي قدام، زي الجوبة الجديدة هذا الجكسار، السيارة هذه كانت. لما قفلت الباب كانت تطالع فيني وتقول لي تمسك دقنها وتقول لي هي. أنا كنت لابس جيكيت عندي فعليا، الحين عندي جيكيت له طاقية من وراء. أعطيتها ظهري ومشيت، ما دريت إلا هي قاعدة تلحقني شغال بجوالها شغال زي الفلاش. أنا الحين جالس أكلمك يا شيخ وجالس أتنافض، ما في شيء ثابت فيني. كانت تلحقني وزي الفلاش شغال على وجهي. الطاقية حقت الجيكيت هذا اللي وراء مسكتها وغطيت فيها نص وجهي، وكان مين عندي قريب مني الرجال الضخم هذا، وقاعد أقول تكفى يرحم أمك لا تصورني. انتهت الرؤية. خير إن شاء الله، خير رأيت وشر كفيت، خير رأيت وشر كفيت. تقرأ أذكار الصباح والمساء؟ ماني متواصل عليه الصدق. صلاتك محافظ عليها؟ يا رب لك الحمد. نومك مرتاح فيه؟ ما هو مرة. يجيك مضايقات تحرشات وقت النوم؟ ايه كثير. تحصل بجسمك خدوش ما لها سبب؟ احمرار، ما هو خدوش، زي كدمات. ايه سفعة شيطان. طيب في تحرشات جنسية وقت المنام؟ أحد يلمسك؟ ايه. طيب اقرأ أذكارك، حافظ عليها بشكل طيب. قد سمعت رقية أنت؟ قبل الفترة هذه اللي حلمت فيها، كنت قبلها بأسبوع كذا أسبوعين كنت مستمر مع راقي، كنت أروح له. أغمي عليك؟ لا، بس كنت أول ما أجي عنده أحس شت الحرقان، خلاص مجرد ما ينفث في أذني خلاص الحرقان هذا كله يختفي. طيب أنت تحتاج قراءة، تحتاج أنك تحافظ على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد ولك شيء قدير، 100 مرة في الصباح 100 مرة في المساء بإذن الله. إيه، وارق نفسك بشكل جدي، يعني لابد من أنك تعمل على نفسك، مع لا يأثر هذا على صحتك وعلى حياتك الاجتماعية. رجل الضخم كان معضل ولا جثة بس؟ يعني لا، جسمانية ما شاء الله تبارك الرحمن ضخم، فهمت؟ طيب موظف ولا لا؟ لا والله عاطل. طيب بقول لك شرح الرؤية. بالنسبة للمرأة هذه أذية شيطانة، واضح؟ الرجل هذا جسمه كبير جدا وحيل بينك وبينه. أنا أظن والله أعلم أنها أمور انجسام كبيرة تمر فيك في حياتك، تعثر حياتك. كيف يعني؟
يعني يصير عندك تعثر في حياتك. هو حاليا كذا. نعم. وهو بسبب هذه العين، والله أعلم. طيب يا شيخ أنا أسلم. وبعد القراءة إن شاء الله بإذن الله سيخلصك الله من أذية من ياذاك بإذن الله. طيب يا شيخ أنا بوقتها يعني ما كنت عارفك يعني كذا بالبرنامج، وفسرت على طريق الأرقام اتصالات. حلو. فسرت عن طريق اتصلت على ناس وفسروا لي إياه اثنين كلهم نفس التفسير تقريبا. إنك بحاجة إلى رقية. لا، قال لي يا ولدي كذا بالصيغة هذه، يا ولدي أنت ترتقي. قلت ايوه. قال لا، حاول ما تقطعها وحصن نفسك نفس ما قلت، حصن نفسك كثير، راح تنظر عن طريق التصوير. طيب لا تصور نفسك، ابعد عن التصوير. ما هو كذا يا شيخ. اللي على قولتهم يهلك. في مرة من المرات بعدها يمكن ما طولت بالكثير شهر ونص. الحين جالس أكلمك يا شيخ وأنا تراعد، ما في أي شيء ثابت فيني، كل جسمي يتنافض. كنت واقف في مكان زي المحل، عند محلات، وكنت بنزل بنزل محل وبجرب عطر. الله يكفينا شره ويكفيكم شر كنت عند الباب قاعد أدخن. تمام. وجاني واحد يقرب لي. حلو. لما كنت أتكلم معه ما أدري إيش اللي خلاني أرفع رأسي من يعني السوالف بيني وبينه، وطالع وراه لسيارته. كانت معاه واحدة وشفت الجوال ملتف على وجهي. أخوها اللي قبالي معطيها ظهره، بس أنا وجهي اللي طارف يعني باين له. أيوة. فأنا ما أبغى ما أدري هل هو كثير من كلامهم كنت متحسس، بس يعني رفعت الجوال أبدا ما هي رفعت اللي أنا ماسك الجوال أرسل أو استخدمه واتفرج. لا، رفعت اللي تعرف اللي أرفع عشان أصور، رفعتها بالطريقة هذه مرة كبيرة رفعتها يعني. طيب على العموم هذا ما هو مهم الآن. المهم الآن أنك تقرأ على نفسك وتسوي اللي تقدر عليه. طبيعي أنك يعني تؤذى بنفس أو بعين من الإنس أو من الجن إذا أنك ما تتحصن. النفوس التي فيها شر من حسد أو أحيانا بغير حسد، ليس المقصد حسد إنما إعجاب، طبيعي أنها تؤذي إذا لم تذكروا الله وتدعوا بالبركة. فأنت الآن اللي تقدر عليه هذه الأمور يعني تجهلها، لكن احرص على ما تستطيع، على ما تقدر، اللي تقدر عليه اللي هي الرقية والأذكار. ولا ننتظر دائما، نقول لا ننتظر المشكلة تجينا يا جماعة الخير. صح. لا. طيب شيخ بس حاجة واحدة بك تبينها لي. وش هي؟ السالفة الأخيرة هذه حق التصوير، هل إني أتنبه من اللي حولي ولا لا؟ لا توسوس عاد، مو بتصل درجة الوسوسة، فقط حافظ على أذكارك أنت. لا تصل لدرجة الوسوسة، حافظ على أذكارك بس، توكل على الله. ونعم بالله. الله يسر. الله يكتب أجرك ويعطيك العافية. ياك الله يسر. جماعة الخير دائما نقول ترى يعني العين والحسد وغيره صحيح نتوكل على الله، لكن ترى تؤثر على رزقك، تؤثر على زواجك، تؤثر على حياتك. نحرص الله يوفقكم. السلام عليكم. نعم. حلمت يا شيخ إني في بيت أهل زوجي وأشوف أخت زوجي جنبي، وأنا كنت لابسة حلق ذهبي، وقالت لي مرة الحلق حقك مرة عجبني، بكم أخذتيه؟ قلت لها أخذته ب300. قالت لي من وين أخذتيه؟ قلت لها أخذته من الموقع من أونلاين. قالت خلاص أبغى مثله، نشتري لي زيه، بعطيكي 150 وأنتي كمل الباقي. قلت لها ابشري، وانتهى. من هي اللي تقول لك ذا الكلام؟ أخت زوجي. متزوجة هي ولا لا؟ أيوة متزوجة. جالها كيف؟ جالها ذرية؟ أيوة عندها بنت وولد. متى آخر إنجاب لها؟ كم عمره؟
هي حملت الحين قبل شهرين وأجهضت. وقبلها كانت متأخرة؟ لا، هي كانت منفصلة يمكن 6 سنوات، وبعدين تزوجت جديد يمكن لها 6 شهور كذا، وحملت قبل شهرين وأجهضت. الله يعوضها خير، الله يعوضها خير. هذا والله تدل على طلب الحمل وطلب الذرية، وإن شاء الله بإذن الله ربي بيعوضها بحمل جديد إن شاء الله بعد يعني هذا الانفصال وهذا الذي حصل لها، سيعوضها بحمل آخر، وقد تكون بنتا والله أعلم إن شاء الله. يعطيك العافية. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يمثل وضعي الآن. الله يعوضنا وإياكم بالجنة، والحمد لله على كل حال. السلام عليكم شيخنا. والسلام. الله يطول عمرك ويسعدك يا رب. عندي رؤى لو تكرمت. تفضل. شيخ، حلمت إنه أنا نشرت فيديو في اليوتيوب، تمام؟ وهذا الفيديو جاب 15 مليون مشاهدة، وكان فكرة الفيديو يا شيخ إنه شخص اسمه بدر كان يوري الناس مناظر جدا حلوة، مناظر جدا جدا جميلة جدا يعني، وانتهى الحلم. أنت مهتم بنشر مثل هالأشياء؟ لا والله. عندك قناة فعلا؟ صراحة لا، بس يعني نشرت يعني بس أنشر كذا عشوائي في التيك توك وبس خلاص. وش تنشر؟ يعني أنشر مقاطع عادي يعني، بس مقطع كل شهرين كل 3 شهور، مقطع عشوائي يعني عادي. أي. إيه. بدر معروف ولا مجهول؟ معروف. وش معروف فيه؟ يعني مثلا قبل يومين حطيت فيديو للملك الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه يا رب، وخلاص وجاب مشاهدات عالية. لك أنت حطيته؟ بس خلاص. أنت حطيته؟ شو شيخ؟ أنت حطيته عادي. أنت أيوة. أيوة أنا نشرت الفيديو. لا واحد اللي حطه، بعدين جيت أنا نشرته يعني. يعني أنت سرقت المقطع من عنده يعني؟ إيه. تبغى تصير مشاهدات مثله؟ لا والله، بس أصلا ما أدري كيف المقطع ينشهر يعني. هذه أضغاث أحلام ليست رؤى. أضغاث أحلام. خلاص يعطيك العافية يا شيخ، شكرا لك. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، رأيت أنه كنا زوجي جالس وفي واحد يعني كأنه جالس فوقه ويضربه، بس زوجي ما له ردة فعل يعني، فحاولت أني أساعده أفرق بينه وبين الرجال ذا اللي يضربه. الرجال كان يعني كأنه رجل ملتحي مطوع، وكانه لابس ثوب بني، فطلعت برا أصرخ أني أبي أحد يجي يساعد، بس ما كان لي صوت وأنا أصرخ. فلما ناديت فلما صرخت جاني البيت اللي قدامي كان بيبانه مشرعة وكأنه يعني بابه كبير، جوني الناس يعني رجاجيل يساعدون. كان واحد رجل واضح عيونه كبيرة وجاي جهتنا ولابس غترة وعقال، وبس ما كان حتى طويل، كان شوي قصير. طيب زوجك عنده أعمال حرة؟ زوجي لا، يعني متقاعد إجباري. مريض هو؟ لا مو مريض. كم عمره؟ تقريبا 50. طيب في أحد يطالبه بدين؟ هو عليه دين بس يسدده يعني، هو خذ الحقوق حقته وجالس يسدد يعني. طيب أنتي موظفة؟ لا، ربة بيت.
الله يحفظك. طيب زوجك محافظ على الصلاة؟ إيه الحمد لله. الرجل اللي يضربه كان مطوع؟ إيه كان مطوع، يعني أشوف جنبه كذا أنه كان ملتحي مطوع. طيب الحمد لله. إن صدق الظن في الرؤية العلم عند الله، فإن زوجك سيحافظ أكثر وسيستقيم أكثر في أمور دينه. إن شاء الله. سيستقيم أكثر في أمور دينه. والرجل اللي يضربه إنه المقصود منه هو عمله، يعني سيعي أكثر إلى نفسه وإلى عمله الصالح، يلتفت فيه أكثر. وأنت التفريق، أنت رمز للدنيا، ولدك أنت رمز للدنيا، وإن شاء الله بإذن الله أنه يستمر على العمل. يا شيخ هو يبحث عن عمل، هل له دخل هذا فيها؟ مثل ما ذكرت لك، والله أعلم. الله يجزاك خير. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. خير دكتور. راح الصوت. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، رأيت الجمعة الماضية أني أنا وأختي كنت في غرفة. الغرفة كانت فاضية ما فيها شيء، بس فيها دريشة كبيرة قزاز. كنا نطالع من الدريشة وكنت أشوف القمر كبير قدامي. فجأة القمر انقسم نصين وتفرقوا. كنت أقول لأختي استغفري استغفري، وكانت هي تطالع في القمر مصدومة ولا استغفرت. بعدين مسكت يدها وجلسنا قدام الدريشة ونطالع في القمر، وقلت لها وقاعدة أكرر أنا أقول لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت، ولما سمعتني هي صارت تكرر معي، وبس انتهت الرؤية. طيب الوالد والوالدة موجودين؟ أي الحمد لله. أمورهم زينة مع بعض؟ مشاكل بسيطة يعني عادية. طيب الله يصلح الحال. والله أخشى من مشاكل بين والدك ووالدتك، تسوي لهم جفوة تبعدهم عن بعض. الله يعني الرؤية ما لها علاقة فيني أنا وأختي. هذا اللي يظهر لي. الله يحفظك. تمام، يعطيك العافية، شكرا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام. يا شيخ، حلمت إني كنت مطبخ بيتنا وكان جنبي أخوي، وكنت أشوف من دريشة مطبخنا قمر، وكان بدر ويلمع لكن كان بعيد، وفجأة ظهر قمر ثاني بجنبه وكان نفس الشكل. فقلت لأخوي شفت القمر؟ قال لا. لحد يصير فجأة القمر هجم الشيخ. فجأة القمر هجم علي، فلقيت نفسي إني كأني طايرة، وقلت يوم القيامة جت، وبس. عيدي من جديد، معلش القسط الثاني ضيق خربط. عيدي. حلمت إني كنت مطبخ بيتنا وكان جنبي أخوي، وكنت أشوف من دريشة مطبخ بيتنا قمر، وكان بدر ويلمع لكن بعيد كان، وفجأة ظهر بجنبه قمر ثاني نفس الشكل، وكنت أقول لأخوي شفت القمر؟ قال لا. فجأة القمر هجم علي، فلقيت نفسي كأني بعالم ثاني، كأني أطير، وقلت يوم القيامة جت، وبس. كم عمرك؟ 27. أنت عزبة؟ أي. متى هالرؤية؟ تقريبا من 4 شهور. طيب صدق الظن في الرؤية، والله أعلم بيجيك خاطب ولا يتم، ثم يجيك بعدها خاطب ويسر لك الله معه زواج إن شاء الله، وهو القمر الذي ذهب ثم قمر بعده. الله
والله أعلم. وقيام القيامة هذا تغير مكان الإقامة. الله يسلمك. تمام، الله يسعدك. وردة الحمراء، شغل المايك وتفضل. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. سلام. حلمت كأني بجامعة، يعني كأنه في ساحة جامعة، يعني زي الساحة أو السطوح، نمشي يعني كنا مع بنات ما أعرفهم، مرينا على زي مشروع مجسم، مش كأنه مجسم للإسكان، يعني كأنه عجبني، وكملنا مشينا على البنات هذول ما أعرفهم، يعني سوالف عادية كذا بين البنات. في لحظة يعني اللمح فوقنا، يعني فوق رؤوسنا كأنه طيارات كثيرة تمشي، وصار جولة، وكأني يعني أشوف الطيارات فيها زي الشبابيك، يعني كأنها بيوت تطير، كأنه زوج أختي يعيد نفس كلام، يقول فيها شبابيك. قلت فعلا أنا لمحت هذه الشبابيك. ولما راحت الطيارات كأن في طيور مجتمعة كده في السماء، يعني مجموعات، يعني كأنها مجموعتين، شوية طيور كأنها واقفة مكانها، حسيت إنها بتطيح، وطاح جنبي طير واحد، فأنا دخلت بسرعة، يعني زي كأنه زي غرفة أو سيب، يعني المهم إنه سقف، يعني كأنه سطوح. فلما دخلت بسرعة عشان ما لما طاحت الطيور يعني كأن المكان كله صار دم، يعني لما تطيح الطيور تتفجر، يعني الدم يطيش في كل مكان. فكأني يعني لما دخلت مادة يدين، يعني في الناس يدافعون، يعني كأنهم هاربين، وأدفعهم أقول يعني لا تطلعون بيديني، واللي لحقني شوية دم يعني، وأسمع صياحهم والدم ينتشر في المكان، بس كذا. طيب أنت متزوجة؟ لا، عزباء. البيت غيرتوا أثاثه؟ يعني قريب. متى الرؤية؟ قبل أسبوع، يعني هذا الأسبوع زي كذا. والله أعلم هذا تغيير أثاث البيت وتغيير مرة أخرى، يعني ستستمرون في التغيير. والطيور اللي طاحت يعني مو شيء. اللي قلت لك، بس ما فيها شيء، رؤيتك طويلة أنت أولها إنسان آخرها إنسان أول. معلش، يعطيك العافية. طيب النجوم الثلاثة؟ خلاص، لا رؤيتك طويلة. لا حلمت إنه في رؤيتك طويلة، والله رؤيتك طويلة. لو رؤيتك 4 كلمات 5 كلمات شرحتها، لكن طويلة والله. أقول لا تزوجين إيش على كيفك، هو ما يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ، الحلم هذا لأمي مو لي أنا. لا، لازم صاحب الرؤية يقولها. عادي، أنا أقدر يعني أجاوب عنها، هي كبيرة يعني حتى ناسي أصلا إن هي حالمة، فمهما سألت يعني عادي أنا أقدر أجاوب، أنا عايشة مع دايم. مش تعرفين الخصائص اللي في الحلم؟ إيه أسماء. الصوت يقطع شيخ. أيوة، أعلم بالكمين. نعم. يعني ما أقدر أقوله. والله أنا دائما أحرص على صاحب الرؤية يقولها لي، لأنه أصلا هي حتى أصلا يوم قام، بس عشان الوقت يا جماعة الخير. إذا صاحب الرؤية معنا موجود يتفضل يقول. يا شيخ. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ الله يحييك يا أخي، تفضل. يا شيخ، حلمت حلم إني كذا صحيت من النوم، تحولت جنسيا، يعني بدل إني ما أصير ذكر تحولت أنثى، فاهم علي؟ أيوة. وفجأة مشيت في سيب زي الطريق، فاهم؟ بس مو يعني المكان هذا ما يهيئ لأنه في السعودية مرة، يعني خارج المملكة. فقابلت مراية، فأناظر في المراية اللي أنا يعني بنت، بس في جمال شديد الجمال، يعني المهم يعني كان في جمال يعني بشوش. فمرت في ذا الطريق وقابلت 2 رجل وحرمة، ما هم عرب، أجانب أتوقع. فبعد ما مشيت من الطريق جالس أتكلم معهم بالإنجليزي وأقول لهم جوالي ضاع، وأنا أدور على جوالي.
فانعجبوا فيني، والرجل والمرأة أخذوا لي جوال سوا، يعني اشتروا الجوال سوا. أخذوا الجوال؟ إيه. فانتهت الرؤية. خير إن شاء الله. رأيت. كم عمرك؟ 17. 17. والله يصلح الحال. هل هو له مضرة أو شيء يعني؟ لا أنا أسألك بس، أسأل عن العمر عشان العمر مهم. العمر مهم. في متى الرؤية هذه؟ هذه قبل يمكن 9 شهور. أنت أكبر إخوانك؟ لا الثاني أنا. لا إله إلا الله، اللهم صل على نبينا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. قل الرؤية من جديد مرة. حلمت يا شيخ ان انا صحيت كذا زي ما تقول على الفراش. تحولت؟ ايوه، بعد ما تحولت مشيت شوي، بعدين طيب. طليت في السيب اللي هو في الممر. أنا بسألك سؤال. ذاكرتك شلون؟ الذاكرة يعني شوي، مو لك عليها، انسى بعض الاسماء. عندك مشكلة في ذاكرتك، متغير عليك، تنسى كثير؟ ايوه. يعني ما كنت كذا أول؟ لا. طيب فحصت نفسك؟ لا. أنسى حتى الناس من ربعي، يعني أخوياي أنسى أساميهم، أناديهم يا فلان يا فلان، يعني من شدة هذا الشيء. طيب افحص نفسك وحلل، شوف وعندك مش مشكلة النسيان هذه، لأن الله سبحانه وتعالى قال تحول من ذكر الأنثى، لا شك أن الرجل أقوى من المرأة. لذلك الله سبحانه وتعالى قال أول شيء جعل الذكر مثل حظ الأنثيين، هذه قوة. كذلك قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الشهادة، قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهنا مشكلة عندك في الذاكرة، في ضلال الذاكرة. فكون الرجل تحول إلى أنثى وترى نفسك أنك في مراية، أنت تستنكر نفسك وتغير نفسك. واضح؟ هذا عندك أنت تستنكر نفسك، حالك تغير، ذاكرتك تغيرت، ما كان كذا. والجوال أعطيت الجوال، هذا يدل على فعلا على التواصل، وأن عندك فيه مشاكل يعني مستمرة كذلك ذاكرة. ايوه يا شيخ، والله عندي مشاكل كثير، لكن الله يشفينا ويعافينا يا رب، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. أنت قريت على نفسك؟ لا والله. طيب بتتعافى إن شاء الله. أنت أعطوك جوال جديد؟ تقريبا. في الرؤية؟ أي في الرؤية أيوه. لا بتشفى إن شاء الله، بتشفى إن شاء الله. بتشفى إن شاء الله إنك إن شاء الله. الله يحفظك معك. يعطيك العافية يا شيخ. طبعا في كثير قاموا الناس في بعض الناس على طول تفكيره بعيد ويروح يحس بالدعوة طقطقة، يحس بالدعوة مزح. رؤية أنا تعبان. نعم.
السلام عليكم. أيوة. السلام عليكم يا شيخ. سلام. يا أختي الطفل سكتيه أول. نايم. نايم ما شاء الله، الله يحفظه. تفضلي. اللهم آمين. يا شيخ حلمت إني رحت مكة، بس فيها عدد مرة قليل مكة، كأني أوقف أبغى أصلي، أقول لا أنا علي الدورة الله يسلمكم. أيوة. ها؟ لا الولد مو نايم، أنا أتوقع أن الولد ما زال صاحي ولعلك تنظرين في حاله. الولد بحاجة إلى رعاية، أنا أظن كذلك أن الولد بحاجة إلى نعم في هذه اللحظات. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لحظة بس. السلام عليكم. السلام. يا شيخ أنا تحلمت قبل يومين تقريبا إني أنا تطلقت وكنت فرحان إني تطلقت يعني، وبعدها على طول ملكت بواحد مشهور بس أنا ما تابعه أصلا، ويعني وكنت في الحلم كنت عشقانة الرجال هذا الجديد اللي أنا بتزوجه يعني المشهور، وكنت يعني كنت أحبه في الحلم يعني حب يعني كأني أنا فرحان إن أنا باخذه وكذا، وهو يعني على قد حاله في الحلم إنه هو يعني مش اللي مقتدر بس أنا حابته يعني. فطلعت يعني كنت طالعة ولقيت اللي هو طليق اللي هو زوجي يعني حاليا كان يلحقني بالسيارة يعني كان معصب زعلان، وبس تقريبا بس خلص الحلم. أنا في الأساس متزوجة يعني. متى الرؤية؟ قبل ليلتين تقريبا، أول أمس. هو جايك؟ هلا؟ هو جايك مولود؟ لا أنا عندي ولد أصلا من عمره 1 و6 أشهر. والله أعلم بيجيك مولود قادم. بس يا شيخ في شغلة، صار لي تقريبا شهرين في بيت أهلي يعني في مشاكل بيننا، فقلت يمكن إن أنا تطلقت يمكن في شيء يعني. إن شاء الله أموركم ترجعون ثاني مرة من جديد. طيب ما تبي تعرف اسم المشهور؟ لا ما يحتاج. طيب مشكور، يعطيك العافية. نعم. كش صوت الوزان. السلام عليكم. عليكم السلام. معليش اسمعني يا شيخ، نحن المشاركة من الروضة اليوم معنا، تفضل. الله اسمع الصوت، ما ادري هو ترى ما هو بعندي يا جماعة. لا هذا مشاركة الروضة الحادثة. الله المستعان. نعم. حلمت يا شيخ قبل يمكن 8 شهور تقريبا ان انا وواحد من اخوياي شريت لي موترين. موترين سود. صفطت المواتير بمكان عام. نعم. ثم رحت البيت ابي انام. ايش الصوت هذا؟ عندك جن؟ ما هو بعندي. والله ما هو بعندي. لا تحلف. والله ما هو بعندي، حرام. حلف انا صايم، ما هو بعندي والله. معلق من القسط اللي قبل، والله ما ادري، لكن والله ما هو بعندي. طيب تفضل. اكمل ولا عيد؟ لا عيد من جديد. حلمت اني انا وواحد من اخوياي شريت لي موترين. صفطت المواتر بمكان عام ورحت البيت ابغى انام. صحيت من النوم ما حصلت الموتر موجوده، حصلت خويي
ويطمني انه لا المواتر، انا اقول له المواتر مسروقه، هو يقول لي المواتر لا والله ما هي مسروقه بتجي، انت ما عليك، يقول لي ما عليك بتجي المواتر سود. واحد دنه والموتر الثاني الدوج هذه صغيره. طيب شو اسم خويك؟ ابو حسين عبد العزيز اسمه. ايه ما هو عندي هالصوت هذا، حرام اني حتى انا اشغلني. طيب عندك ما سمعت يا شيخ، صوتك قطع. عندكم حلال؟ الله الله. أباعر. ايه فقدتوا منها شيء؟ ذاك الوقت فقدت منها ناقة وحوارها كانت ملاقي بتلد. كانت ملاقي بتلد وفقدتها، لكن حصلتها بعدها بيومين. خلاص وقعت الرؤية وانتهت. طب عندي رؤية ثانية يا شيخ تكفى والله، إن لي حول السنة لي بكلمك وابي أكتسر لي وقصيرة أتناظر كذا يا شيخ، ترى والله ما هو بعندي الصوت هذا أحد يكح، هذا عندي ما هو بعندي. يا اللي تسمعني أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص يكفي عشان في مشكلة يا شيخ والله إنها رؤية قصيرة. لا عشان فيه مشكلة فلازم تقول لي، عن أظن والله أعلم إن فيه مشكلة فلازم نحلها. معنا قست في أي صوت يعني؟ اخرج اخرج. في صوت والله. طيب والله في صوت والله. الو ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ انا حلمت باخوي انه يكلم بنت اسمها بشرى. شنو هالصوت؟ انا دوري اخواننا. يا شيخ بسم الله. يا شيخ انا حلمت ان اخوي يكلم بنت اسمها بشرى، وشكيت انها صاحبتي. اخذت الجوال منه وشفت المحادثة، طلعت صور صاحبتي يعني طلعت يمه. هلا تعليق بس هلا تفضلي. يا شيخ انا حلمت يا شيخ. تعليق يا اشغلنا يا شيخ. لا تعليق هذا تعليق يا شيخ. يا اختي الله طلعتي معكم في الحضانة، هذه اللي تقول نايم. يلا تقول صاحي طاري لي خلته نومها الظاهر. ما شاء الله تبارك الله.